بصي السؤال ده في علم السوبر ماركت كله يعني هو سؤال واحد في علم السوبر ماركت كله. ادينا الوصفة السحرية. في سنة 2019 كان معايا 75 محل في 4900 موظف، فأنا هدير كل دول ازاي؟ في النص قالوا لي الحق ده الجزار طلع ما بيعرفش يقرا ايه، جزار هايل. فنزلت له قلت له تعرف ترسم؟ شايف الكيبورد دي بتاعت الميزان؟ ارسم لحمة مفرومة، بس لحمة مفرومة، ارسم فخدة. وكان احسن واحد بيعمل الستوك بعد كده. كان ضايق قوي لما شاف الشكل ده، فقال لي هو ميدت؟ قلت له اي ديد، كنت انا برانش مانجر. كارير كافيه بودكاست برعاية سكاتش، تقدروا تسمعوا على أنغامي أو تشوفوه على يوتيوب. الحلقة دي مميزة قوي عشان هنتكلم مع ضيف قدر عمل نجاح كبير في مجال السوبر ماركتس، وهو دلوقتي الفاوندر بتاع فودولوجي كونسلتنسي. فمعانا النهارده الأستاذ تامر ناصر. أهلا بيك. اهلا بيك ريم، ازيك؟ الحمد لله. كنت تمام؟ مبسوطة قوي إنك معانا اليوم. والله وانا مبسوط ان انا مع حضرتك. ميرسي على الانترودكشن الجميله دي. العفو. انت الخبره بتاعك يعني والبصيره بتاعك حاجه ماتيريالي انترستينج. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. سيو. فهتكون لي مفيده للمستمعين بتاعتنا بقى. اتمنى والله، اتمنى. فلو ممكن قول لنا ابتديت ازاي؟ ابتديت انا اشتغلت ريتيلر في فاميلي اون بيزنس. كان عندنا محل موبيليا فرنتشر، وده في مصر ايام ما انا كنت في الجامعه. المحل ده انا اشتغلت فيه حوالي 4 سنين، من تانية جامعه لغايه بعد التخرج بسنه. فتحت مترو ماركت، سوبر ماركت مترو، كان في شركه منصور فتحها، وكان انجليزي المانجمنت بتوعه. فكان موضوع انترستنج بالنسبه لي، ما كانش لسه في سوبر ماركت كتير قوي الكلام ده، يعني كان تقريبا 98. فانا كنت انترستد قوي ودخلت السوبر ماركت، عجبني قوي. وبعدين لقيت اعلان في الجورنال فقلت يلا ما اقدم. كان بيزنس الفرنتشر يعني مش هيستوعب بقى ان احنا نكبر اكتر من كده احنا كفاميلي. فقدمت، عملت انترفيو، وكان ساعتها حتى الاتش ار انجليزيه من تيسكو، وربنا كرمنا دخلنا في مترو ماركت. كانت دي البدايه بقى في السوبر ماركت في 98. فدخلت في مجال ايه بقى؟ السوبر ماركت انا اتعينت از كاستمر سيرفيس مانجر على تاني فرع في مترو ماركت، وترقيت بقى جروسري مانجر الى في سنه ونص الحمد لله بقيت برانش مانجر. ترقيت، كنت تقريبا اصغر برانش مانجر، كان عندي 27 سنه ونص الحمد لله. وكملت بقى، مسكت كذا فرع وفتحت فروع من فروع مترو الكبيره. و2004 رحت السعوديه، شركه اسمها العصيم، رحت برانش مانجر هناك، قعدت فيها 2 سنين. السعوديه طبعا سوق كبير قوي، وفي سيستم بينفستوا هم في السيستم بقوه كبيره وخبرات كبيره عالميه بيجيبوها. فكانت دي فرصه يعني اكسبوجر للواحد الحمد لله. بعدين جات لي فرصه في البحرين ان انا اطلع بقى من محل امسك سلسله. ففي شركه اسمها المنتزه عندهم 11 محل، طلعت اوبريشن مانجر هناك. قعدت في الشركه دي 2.5 سنين. بعدين بقيت ريتيل هيد، ترقيت مسكت الشين كلها از ريتيل هيد. وقعدت في البوزيشن ده 2.5 سنين كمان كده. انا مسكت السلسله دي 5.5 سنين. نفس الشركه بتستورد منتجات كتير وبتوزعها في السوق، فكانوا محتاجين ديستريبيوشن دايركتور. قالوا لي في فرصه لو تحب. انا قلت يعني الريتيلرز انا سبلاير كلهم بيجوا لي، فانا فرصه ان انا اروح اشوف اذر ريتيلرز. فكانت برضه فرصه جميله ان انا يعني اروح بقى اشوف كارفور بيعمل ايه، وجي ام بيعمل ايه، ولولو بيعمل ايه، لان انا كنت سبلاير معاهم. بتاعتهم. الحمد لله. قعدت 2 سنين في الشغلانه دي. بعدين نزلت مصر اوبريشن مانجر لاولاد رجب سوبر ماركت تشين. قعدت فيها من 2013 2019. 2019 بفضل الله كان معايا 75 محل، 4900 موظف، اللهم لك الحمد. وبعد كده بقى حبيت ان انا ابدا شغل خاص. يعني حسيت ان الاكسبيرينس اللي عندي انا محتاج افيد بيها ناس ثانيه. فعملت شركه كونسلتيشن وهي فودولوجي دلوقتي. فودولوجي بتعمل كذا خدمه، يعني بتساعد الريتيلرز اللي عايزين يدخلوا الريتيل يفتحوا بيزنس
لو واحد موجود وعايز يقيم البيزنس بتاعه، يشوف ايه المشاكل اللي عنده، حد يحلها، بيعملها من خلال خبراء يعني زملاء لينا في المجال وتريننج. وده ده البيزنس بتاعنا، دي الخبرات بقى من يعني من بدايه، لو قلنا من الموبيليا من 92 لغايه حاليا يعني في الريتيل بيزنس الحمد لله. يعني ما شاء الله، يعني انت في الكارير بتاعك عملت من من اللي انت كنت انت ماسك عندك العلاقه مع زباين دايركتلي، لانك انت تكون مدير. فدي ايوه الخبره كلها اللي هي تستعمل فيها في الكونسلتنسي دلوقتي. ايوه الحمد لله. واضيف برضو حته ان انا جيت في فتره من حياتي كده حسيت ان انا محتاج ادخل حته اكاديميك، لان يعني انا عارف حاجات كتير بالخبره، بس عايز اعرف العلم فيها، عايز اعرف الثيوريز فيها بتقول ايه. فعملت MBA مع ليستر في انجلترا، وعملتها سبيشالايز في الماركتينج، والديسرتيشن بتاعتي كانت على retaining customer in retail industry and increasing their loyalty. وكانت السامبل متاخده على عملاء من اولاد رجب على 400 عميل. الحمد لله يعني. فعملنا ميكس بقى ما بين العلم على الخبره الحمد لله يعني. فساعدنا في مرحله الكونسلتنسي. فوريتنا ازاي تعمل تحقق التجربه، مثلا الكاستمر اكسبيرينس، تجربه الزباين، وفي نفس الوقت تضمن اللي الاوبريشن بتاعك افيشنت وعندك وتضمن الربح بصي السؤال ده في علم السوبر ماركت كله يعني هو سؤال واحد في علم السوبر ماركت كله. ادينا الوصفه السحريه. بصي لما احنا بنقول احنا ازاي هنساتسفاي كاستمر وفي نفس الوقت نحقق ربح في الريتيل اندستري، اوكي، which has a lot of details، يعني كتير بضاعه داخله وبضاعه خارجه وعملاء وموظفين. خلينا نقول ان احنا عشان نساتسفاي كاستمر انت مش هتنفع تساتسفاي الناس كلها، فيو نيد تو تشوز يور كاستمر، لان كل طبيعي الكاستمر عايز طريقه تخاطبوا بيها. زي ما بنقول في الماركتينج you cannot be everything to everyone. بالظبط. ودي نقطه ناس بتقع فيها، يقول لك انا عايز اروح افتح حاجه لارج واعمل محل لارج واصرف عليه ديكور كتير، بس هو ما عرفش الكاستمر ده عايز ايه بالظبط، فصرف كتير وما نجحش. اوكي. فاول حاجه تشوز يور كاستمر عشان تعرف انت هتخاطبه ازاي. then الريتيل بيزنس عشان تدخل فيه لازم يكون عندك فيزيبيليتي ستادي مظبوطه. انت اكسبكتنج ان انت على 3-4 سنين الانفستمنت بتاعك هيكون عامل ازاي، هتصرف قد ايه، كاش فلو بتاعك هيمشي ازاي، هتتوسع ازاي، ايه التيم بتاعك هتعمل عليه كنترول ازاي، هتعمل ديفلوبمنت للتيم ازاي، تفاصيل كتير قوي. دي كلها لازم تعملها قبل ما تبتدي. قبل ما تبتدي لازم يكون عندك فيزيبيليتي ستادي، لازم تكون عارف انت هتصرف قد ايه واكسبكتنج قد ايه. ليه؟ لان خلينا نقول مثلا واحد دلوقتي عايز يخش يقول انا مثلا معايا 20 مليون يلا عايز اعمل ماركت. اوكي. 20 مليون انت هتنفست في توضيب محل، في ثلاجات، في بضاعه، في موظفين، بعد كده في كاش فلو هيجي. لو انت عملت انفستمنت كبير وخدت لوكيشن سيء الناس مش هتيجي، مفيش كاش فلو. فالناس بتعمل ايه؟ الناس بيستنى الكاش فلو يجي علشان يغطي الاكسبنسز، هو بصرف وجاب عماله وجاب تيم. ما بيجيش الكاش فلو، ما بيجيش البيع. طب يعمل ايه؟ اسهل حل قلل المصروفات، قلل بقى عماله ومشي العماله الغاليه وهات عماله قليله ومحل كبير صغره. ممكن يكون الحل في رينج العميل عايزه انت ما جبتوش، ممكن يكون الحل في برايسنج استراتيجي انت ما عملتهاش، ممكن يكون الحل في كاستمر سيرفيس. يعني كل اللي انت عندك ده عامله زي الفل بس الكاستمر سيرفيس عندك مش كويس، الليدرشيب عندك ضعيف، كل حاجه كويسه بس الليدرشيب في الكومباني ضعيف. السمول بوينتس دي ساعات انفستورز ما بياخدوش بالهم منها. اوكي. ده على صعيد الانفستور. على صعيد الموظفين غالبا انت مش هتلاقي الناس اللي تعلمك قوي، يعني ممكن يكون معاك مدير او شركه هم هيبقوا عايزين يساعدوك بس اللي هيعلمك هو انت you need to go and to ask اللي بيحصل ده بيحصل ليه،
هو انتوا بتطلبوا البضاعه دي ليه؟ وليه بترصوها بالطريقه دي؟ وايه الموردين بيجيبوا ايه الفاتوره دي معناتها ايه؟ والكاستمر ده ايه اللي بيساتسفايه معايا؟ ان انت لازم تسال وتشوف. يعني من خبرتنا في المجال بتلاقي واحد دخل قعد سنه واتنين قعدوا سنه لسه داخلين، وواحد اكسبيرينس بتاعته خلصت فهيطلع مدير، والتاني كانه لسه داخل. التاني داخل موظف بيعمل ايوه تاسكس مش فاهم هي بتعمل ليه، ما بيحاولش، ما بيجربش، ما بياخدش ريسك. واخد بال حضرتك؟ فهي شغلانه دايناميك، عايزه حد يكون فيري ديتيلد اورينتد، يركز في الديتيلز وعينه استراتيجيك. يعني عارف ان انا بعمل دي علشان اللي هتوصلني لهنا. لان في ناس بس يقول لك مثلا انا هوفر في المصروف ده عشان هيعمل لي بروفيت، بس المصروف الصغير اللي انت وفرت فيه ده الامباكت بتاعه على العميل او على الموظف هيبقى كبير قوي، او على السبلاير هيخسرك بعد كده. فيعني هي منظومه كبيره وفيري دايناميك. حاجه مهمه قلتها دلوقتي اللي ذكرت لي فيه كم فرع ولا افراد اللي نتكلموا عليهم. نتكلموا على العميل، على الموظفين، على السبلايرز. وفي نفس الوقت هي ريتيل اكتر الوقت تبقى فيها ملتي لوكيشنز، فدي حاجه كومبلكس قوي. فازاي معناتها ممكن تمانج ده كله؟ هقول لحضرتك الريتيل بيزنس فيه فانكشنز. اوكي، ايه الفانكشن؟ احنا الريتيل بيزنس موديل ايه هو؟ هنا بوكس اللي هو المحل بيجيب بضاعه تبيعها للعميل، صح؟ دي فانكشنز. في ريسيفنج، في وير هاوس. اوكي، المفروض ان بيبقى فيه ادارات، مسؤوليات بتتوزع في الشركه. اوكي، وفي سيستم بيحكم الشغل ده كله. يعني لو انت عندك بضاعه كتير بتدخل وبضاعه كتير بتخرج، لازم يكون في ERP سيستم. ERP سيستم اللي هو انتربرايز ريتيل بلاننج، انتربرايز ريسورس بلاننج. اوكي، زي SAP زي كده. ايوه. بتدخل عليه المخزون بتاعك، لان انت المفروض في لحظه تعرف الستوك اللي عندك هو كتير بيخش كل يوم وكتير بيخرج كل يوم. اوكي، فانت في لحظه لازم تكون عندك عارف في بضاعه قد ايه. انت لما بتيجي تعمل ري اوردرنج، والري اوردرنج ده يعني عصب في البيزنس بتاع الريتيل. لما بتيجي تعمل ري اوردرنج بتعمله على حاجتين، على الستوك اللي عندك على السيستم والستوك اللي عندك فيزيكال. فلو الاثنين مش مظبوطين انت هتعمل ري اوردر ازاي؟ فاما هتجيب بضاعه زياده انت مش عايزها فتبلوك الكاش. وهي شغلانه الريتيل دي شغلانه مهم جدا، فيها يبقى فيها كنترول للكاش، لان بسهوله الكاش بيحصل بلوك بسهوله جدا في الريتيل. فلازم تكون تعرف الكاش از كينج في البيزنس بقى. من غير كاش از كينج. كاش از كينج في الريتيل على طول. البيزنس يقف. يعني شركات كتير قفل بسبب الكاش كنترول. فلو انت بتطلب بضاعه مش محتاجها هتخسر، هتبلوك. ولو انت ما بتطلبش بضاعه العميل زي عايزها انت هتدوس كاستمر. فانت هتعمل كده. عايز اقول لحضرتك السوبر ماركت العادي فيه 10,000 ايتم، انت بتوصل في هايبر لغايه 50,000 صنف و60,000 صنف. يعني افريج 15,000 صنف ده في محل ده حاجه عاديه. اوكي، 15,000 صنف كل يوم فيهم ترانزاكشنز. واخد بال حضرتك؟ ايوه. فدي عايزه ايه؟ عايزه سيستم، ولازم الفيزيكال ستوك يكون مطابق للسيستم ستوك. طبعا بيبقى فيه فروقات، الفروقات دي بقى عايزه حلول تقفل الجابس وعايزه توزيع مسؤوليات. يعني ايه؟ يعني انا هكلمك في جوه محل واحد، بعدين هقول لك على لوكيشنز. اوكي، جوه محل واحد في الفود اريا، وفي جزاره لو في لحوم، وفي اجبان، وفي كوزماتكس وحلويات، في محلات بتحط ملابس وادوات منزليه حسب حجم المحل. اوكي، فمهم قوي ان هي تتقسم. يعني مش هينفع واحد ولا اتنين ماسكين كل ده. فلما بتتقسم كل واحد عنده مسؤول على قسم. مسؤوليته عن القسم ده بيكون مسؤول على المخزون بتاعه، ومسؤول على الافيلابيلتي، ومسؤول على الكاستمر سيرفيس، ومسؤول عن طرق العرض. لما بتصغريها بتبقى سهله. ايوه، على واحد
ان هو يبقى عنده يعني يقدر يتعامل مع القسم بتاعه، مبقاش كبير. اوكي، وكل مجموعه سيكشن سوبرفايزرز فوقيهم هيد. اوكي، وفي كي بي ايز للشغلانه، وفي شيك ليست. احنا بنشتغل بشيك ليست، بنشتغل بديلي روتين. ديلي روتين يعني عارفين ان احنا الصبح هنخش نبص على الستوك، هنبص على النظافه، هنبص على البرايسز، هنبص على طريقه العرض، هنبص على في اي دامج. اوكي، هنبص على النواقص بتاعتنا ونعمل الاوردر. وجيش شغلتنا جيش، اوردرات بتاعتكم كلها الساعه 11 تكون جاهزه، يبقى الساعه 11 تكون جاهزه. اوكي، ما ينفعش تاخر، لان هي تشين. انت بتجهز اوردرات، البايرز بيراجعوا، بيبعتوا للسبلاير قبل وقت معين. السبلاير ما ينفعش تاخر عنه عن 3 مثلا، عشان السبلاير يقدر يجهزه لك ودين 48 يوم. فهي شين ومسؤوليات وكي بي ايز. يعني ايه؟ مسؤول عن مبيعات، في رقم بتحاسب عليه. مسؤول عن مخزون، انت مش المفروض انك تعدي، خلينا نقول في مصطلح اسمه تيرن اوفر. يعني انا المفروض ما يكونش عندي مخزون مثلا في الشوكولاته يعدي اسبوعين. انا الستوك اللي عندي النهارده لو انا ما طلبتش عليه اسبوعين يخلص. اوكي، لان انا بدفع للمورد مثلا خلينا نقول بعد شهر ونص. فانا عايز الفرق، محتاج يكون انا عايز الفرق ده. يعني عايز انا هدفع للمورد 100,000. اوكي، انا هشتري منه 100,000، انا عايز ابيع 100,000 دي وهدفع بعد شهر ونص. عايز ابيعها في 10 ايام عشان ادخل الفلوس عشان ادفع بيهم 10 ايام تاني. واجيب تالت على ما ادفع اول 10 ايام. اوكي، اللي خلينا نقول بكسب فيها 10%. لو انا عشان ادفع اول طلبيه هدفعها مثلا بعد شهر ونص، هتكون دارت معايا كم مره؟ مرتين او 3. كسبت 10% في 10% في 10%، يبقى انا كسبت 30% في نفس الفلوس. عمال ادورها دار فلوسه. اوكي، طب لو انا جبت بقى ستوك معايا 3 اشهر وجي بعد شهر ونص اديت فلوسه، انا بمول من جيبي. بمول من جيبي. يحصل ايه بقى؟ هاجي اول شهر عندي مرتبات وعندي ايجار محل وعندي كهرباء، يحصل الايه؟ البلوك. اوكي، فهي سو سنسيتيف. محتاج الارقام دايما متشافه. والارقام دي مسؤوليه الاوبريشنز مانجر ولا مسؤوليه الاوبريشنز ولا مسؤوليه بص حبيبي، هو خلينا نتكلم من فوق. في مدير عام او رئيس مجلس اداره، ده عنده الارقام كلها، لازم يحقق مبيعات معينه علشان، ولازم يحقق كاش فلو معين، ولازم يحقق ربح معين، وبيشتغل بمخزون معين، لان في استثمار هو المسؤول عنه. اوكي، فبدي الاوبريشن هيز كي بي ايز. عندك هدف مبيعات، هدف مخزون، هدف عدد عملاء. اوكي، وبيتكسر بقى. يعني انا عندي مثلا هدف 100 مليون على معايا كام؟ معايا 50 محل. خلاص، فانا عندي المحل ده هيعمل 3 مليون، المحل ده يعمل 2 مليون، المحل ده يعمل 10 مليون. طب جوه المحل الكوزماتكس هتعمل لها من ال5 مليون. فبتقعد تتكسر على الفيرست ليفل بقى. ففي محل معين المسؤول على قسم الكوزماتكس مثلا تكون واضحه ايه الكي بي اس بتاعه، ايه التارجتس بتاعه طبعا، وبيتراقب كل يوم، هو يبص عليه ومديره معاه، وبيعملوا سيبريت ميتينجز في المحلات كل اسبوع. وبعدين الارقام بتطلع وبتتراقب، ما مستناش اخر الشهر لما بيحصل مشكله. يعني لازم تفضل يتبص عليها. اوكي، طب مين اللي بيحط الارقام والكي بي ايز دي؟ لازم في اداره فاينانس واوديت بتقول دي الارقام اللي احنا هنناقشها. لان هو بيطلعوا في اول الشهر ايه؟ بي اند ال طبعا بروفيت اند لوس ريبورت. اوكي، وبيطلعوا كاش فلو ريبورت. فالارقام دي بتطلع الماليه او الاوديت بيطلعوا الارقام دي. طبعا الاوديت ديبارتمنتس هم بيطلعوها بنفسهم. يعني بتلاقي كل واحد من نفسه. يعني لما الشركه بتكون نمبر اورينتد وكي بي ايز اورينتد، بتلاقي السوبرفايزر لوحده هو بيخش على السيستم عايز يطمن. ليه؟ لان برضه هي بترتبط ب performance management، بتصرف عليها انسنتيف.
اذروايز انت لما كان عندهم كوميشنز كوميشنز طبعا اذروايز اللي اشتغل زي ما اشتغلش معايا. وبعدين انت بتدير ناس كتير يعني زي ما بقول لحضرتك انا في سنه 2019 كان معايا 75 محل في 4900 موظف. ده اللي هم في البرانشز مش الهيد اوفيس والوير هاوس واخد بقى حضرتك. فانا هدير كل دول ازاي واخد بقى حضرتك. في ستاندردز في اس او بيز اللي هي ستاندرد اوبريشنز بروسيجرز. في اجراءات محدده الناس بتشتغل عليها مدربين الناس عليها مختارين مديرين كواليفايد. عندنا اوديت تيم بينزل ياوديت لان افرضي انا كمدير للاوبريشن مش عامل اللي عليا. ما هو التوب مانجمنت لازم يعملوا اوديت عليا. فالتوب مانجمنت هيعملوا اوديت عليا على ال 75 محل ازاي واخد بالك. هيعملوا اوديت تيم ده تروح في المحلات عشان تشوف لو مش هينفع يبقى تبعي. ده اوديت عليا انا طبعا اندبندنت. وانا عندي الاوديت بتاعي يعني عندي الاوديت تيم وعندي ديفلوبمنت تيم اللي هو ممكن يكون عندي منطقه عندي محل او قريب فيه مشكله والناس اللي جوه مش قادره تظبط فببعت لهم الاوديت. الديفلوبمنت تيم يقعد معاهم يساعدهم تريننج ويساعدهم اوكي بس لازم يبقى فيه اوديت عليه. فهي دي الطريقه اللي تمشي بيها الريتيل وثواب وعقاب لان هي زي الجيش لو فرطت ما تظبطش ظبطها صعب. فدي الوصفه السحريه بتاع ازاي الاس او بيز بتاعك وازاي الكواليتي تكون نفسها مهما كان المحل. هو انه طبعا معناتها المراقبه والنظام والتريننج زي ما قلت مع الديفلوبمنت وفي نفس الوقت المسؤوليه الامباورمنت زي ما نقول يعني كل مثلا المسؤوليه تعطيهم كل حد كاسكيدنج الريسبونسبيلتيز وكي بي ايز بتطلع ومربوطه بالانسنتيف اوكي. ونقطه مهمه قوي الكاستمر فيدباك مهم قوي. احنا كل اللي بنعمله ده عشان مين؟ عشان الكاستمر. فاحنا الشركه اللي بتسمع لصوت العميل كل ما بتقدر تسمع لصوت العميل كل ما بتقدر تحافظ على استمرارك في الماركت. لان حاليا ما بقاش في عميل مش حاليا ده من فتره كمان ما بقاش في عميل عنده لويالتي تام لمحل. يعني حضرتك هل مثلا هل اخر شهر حضرتك اشتريتي من سوبر ماركت واحد طول الشهر؟ صعبه. بس بيبقى عندك بريفرنس لماركت انت بتحبي المحل ده بتفضليه بس في وقت معين ممكن الماركت ده ما فيهوش المنتج اللي حضرتك عايزاه او انت مروحه وجنبك محل عايزه حاجه صغيره فاروح هتجيبيها. لو دخلت المحل ده وعجبك الانفايرمنت فيه والسيرفيس هتميل انك ترجعي خلاص. على طول عملائك رايحين لناس ثانيه وعلى طول عملاء الناس ثانيه جايين لك الاذر كومبيتيتورز في فرص ان هم يجوا لك. فدي فيري كريتيكال بوينت ان ممكن لو انت مش حافظ على زباينك يروحوا وممكن انت تجينس كاستمر اللي هم بتوع الناس تانية اللي عدى عليك بالصدفه. فازاي تعمل ده؟ ازاي تحقق الكاستمر ساتيسفاكشن؟ تحقق كاستمر ساتيسفاكشن الكاستمر ليه اكسبكتيشنز اوكي. انت بتخاطب انهي كاستمر؟ والله انا بخاطب كاستمر عايز environment وسيرفيس واتموسفير ورينج مميز اوكي وسبيس اتمشى فيه براحتي. ده الكاستمر عايز كده اوكي. فانت لما بتيجي تخاطب الكاستمر بتخاطبه بكذا حاجه. مش هينفع تعمل له محل ديكوراته حلوه قوي وما تجيبلوش الرينج بتاعه. مش هينفع ديكورات حلوه قوي وتجيب له الرينج بتاعه وما تحطلوش الموظفين اللي هيعرف ويتكلم معاهم. مش هينفع تعمل كل ده حاجه تحفه في منطقه هو اصلا العميل ده ما بيروحهاش اوكي. ده اذر سايد لو انت بتتكلم عميل سي اوكي والعميل سي برضو انت يعني بتكسب معاك كويس على فكره اوكي. لو انت بتخاطب عميل سي مش لازم تعمل له اشيك محل. مش لازم تجيب له المنتجات اللي هي اعلى منتجات والحاجات الاساسيه. هتجيب له الاساسي هتعمل له محل مقبول عشان انت هتعمل له اسعار اقل وهتعمل له عروض كتير. ده عايز يشوف اوفرز اوكي. ولو لقى المحل زحمه وما عرفش يقف قوي ممكن يقبلها
اوكي، لان انا في حاجات تانية بريورتيز بالنسبه لي. فعشان كده انت تفهم عميلك عايز ايه، ولما تحط ستاندرز ثبتها. يعني انا باجي اخد منك نوع عصير معين متعود عليه، كل ما اجي الاقيه مش هاجي لك وما لاقوش، انت لازم تمنتين. اوكي، لازم تراقب اسعار السوق. لو انت بتقول ان انت اسعارك مميزه، انت مش هينفع السوق تعلى على السوق في لحظه، لان انا لو حسيتك اعلى من السوق بلحظه انا همشي. وبعدين العميل بيكون برسبشن على على المحل. خلي بالك هو مع الوقت ممكن العميل ما يقعدش يقارن بقى بغيرك، بس خلاص هو وصل ان هو وثق فيك. وثق فيك دي انت لازم تحافظ عليها. تحافظ عليها عن طريق تمنتين، تبقى انت دارس السوق. لان وانس ابتدى يحس ان هو كان متخيل انك كويس بس غيرك احسن، وخسرت المصداقيه دي، مش هتشوفه. مش هيرجع. مش هتشوفه وهتخسر، هتلاقي البيع بينزل. وللاسف في سلاسل شفناها كتير بيحصل عندها هبوط في عدد العملاء هم مش واخدين بالهم، بس البيع شغال. التيم اللي موجود عارف يجيب بيع جمله مثلا، بيع بكميات، مركز في العروض، مركز في حاجه زي. بس في عملاء كتير بيمشوا. ولذلك في شركات عامله CRM. عارف حضرتك البرنامج بتاع كاستمر ريليشن مانجمنت، عاملين CRM علشان ويعمل لك لويالتي كارد. يعني سابقا لما تسمعي نقاشات على اللويالتي كارد يقول لك اللويالتي كارد وهدي العميل خصم 1% وهدي العميل مش وانا اخسر ليه وتمن واعمل الكارت. في ناس بتفكر ان ثمن الكارت اعمله، خلي العميل يحسب ثمن الكارت. ده اللويالتي كارد ده العميل علشان يسجله على الكاشير، ودلوقتي في RF كود، انت بتقدر تعرف الفريكونسي هو بيجي لك قد ايه. انت بتعرف عميلك جه ولا لا. ولو قعد شهرين مثلا ما يجيش، انت ممكن تبعت له SMS، ممكن تبعت له. ولو بيجي لك وبيشتري بتكسب منه، بعت له كاستمايز اوفر. اوكي، فانت عارف عميلك معاك ولا لا. ما بقاش مكسب الانظمه دي ان انا العميل هيجي لي يشتري اكتر، لا، ان انا عارف العميل بيجي ولا لا وايه الهابس بتاعته. وانس انت عرفت الهابس بتاعته هتعرف بقى تشتغل عليه بالAI. اوكي، وده تطور كبير وناس كتير مستغلاه على فكره. فدي حاجه مهمه عشان في كلامك كله، عشان واحد لما يفكر في السوبر ماركت ما يفكرش في السيستمز والتكنولوجي بس. انت اتكلمت على الERP في الاول، دلوقتي اتكلمنا عن الديجيتال، على الAI، على الCRM، على كم حاجه اللي ما تصورش اللي هي لما واحد يروح السوبر ماركت ما تصورش اللي هي موجوده. فايه وانت مثلا ما شاء الله المسيره بتاعك اكتر من 20 سنه في المجال، فايه التطورات اللي شفتها مع التكنولوجي وازاي ايه تشوف تطورات كمان 20 سنه؟ هقول لحضرتك تطورات السيستم الERP سيستم ان هو يعني يوصلك ان انت تعمل ري اوردرنج، توصل لمرحله تعديلاتك فيه بسيطه. هو فيه ليرنينج. يعني عارف حضرتك السيستم يعني ايه؟ جبنا كرتونتين دلوقتي، والكرتونتين دول احنا المفروض نطلب كل اسبوع. وجينا المره الجايه لما جينا نطلب كرتونتين جم وخلصوا، وصلنا 0. طب نزود شويه، زودنا شويه برضو خلصوا. تلاقي السيستم من نفسه بيقترح عليك طب زودنا شويه ما خلصوش، معناته ان هو بيزيد بس في اول الشهر وبيزيد. ده الليرنينج بيحصل فين؟ هو طبعا الليرنينج بيحصل عند البيبل، بس السيستم دلوقتي بقى يوصل للليرنينج ده. سهل الستوك مانجمنت قوي جدا جدا جدا. يعني في نظريات للري اوردرنج والاوتو ريبلينشمنت، زي مثلا في نظريه اسمها ABC XYZ. يعني دي نظريات والشركات بتدخلها على السيستم. كل ما بيطلع افكار جديده، كل ما هو السيستم ده هو جاهز للاستخدام، بس عايز برضو حد يفضل ايه يديله انبوتس. اوكي، ABC XYZ دي بتقول لك مثلا الصنف اللي بيبيع كتير، يعني خلينا نقول صنفين. صنف بيبيع ب100,000، صنفين بيبيع 100,000. الصنف اللي بيبيع ب100,000 واحد منهم بيبيع كل يوم، وواحد منهم بيبيع مرتين في الشهر. انا الاهم اللي بيبيع كتير وفريكونسي بتاعه كتير. فالسيستم بدأ بيقول لك اعمل سيفت ستوك، يعني زود المخزون شويه علشان تضمن الافيلابيلتي.
لا ما تعملش سيفتك توك من كله، اعمل سيفتك توك من الهاي سيلز فوليومز وهاي فريكونسي. دي كلها بتحصل جوه السيستم ليرنينج في السيستم، فيوصلك لهاي افيلابيلتي وليس ستوك هولدنج. اوكي طبعا اوبتمايزيشن اوبتمايزيشن. وحضرتك بتتكلمي في انفنتوري رقم كبير يعني. ده المحل العادي يعني جنب البيوت دي محلات فيها 5 مليون جنيه بضاعه. يعني عادي تلاقي محل فيه ب 50 مليون جنيه بضاعه. انت بتتكلمي في رقم يعني لو انت شين لا شين بتتكلمي مثلا في 500 مليون عارف فيها ستوك عمال بيدور. لو انت بتدوره في شهر، لو انت بتدور مثلا 100 مليون في شهر يجيبوا 15%، ولا تدور ال 100 مليون في 20 يوم بيجيبوا 15% دول في 20 يوم. فتدورهم تاني فتدورهم تاني. فهي في الاخر لازم الكنترول ده والليرنينج دي علشان تحقق ارباح وتستمر. حاجه تانية السيستم دلوقتي بالبيع عن طريق الانترنت والابلكيشنز. خلينا نقول الكلام ده بقى يعني كذا سنه الناس بدات، ولكن بعد فتره الكورونا زاد قوي الطلب عن طريق الابلكيشن، وابتدت تظهر معاه الدارك ستورز. حضرتك عارف الدارك ستورز اللي هو انا مش لازم افتح سوبر ماركت محل، يعني افتح ستور احط فيه البضاعه واعمل ابلكيشن وانفست في انفست في السوشيال ميديا، ان انا اعرف الناس. والناس بتطلب مني زي دلوقتي موجود بريد فاست وموجود رابط وموجود ابلكيشنز كتير وبروفيتبل. بس الابلكيشن دي بتبقى بروفيتبل لما بعد ما توصل مثلا ل 20 فرع مثلا. اوكي عايزه انفستمنت، ولكن هي انت مش لازم تنفست كتير في لوكيشنز كبيره. ايوه عشان اللوكيشنز هتتوفر في اللوكيشن، هتوفر اللوكيشن. انت محتاج لوكيشن مختفي بس جوه البيبل. اوكي ايه تاني؟ السي ار ام ان انت يبقى عندك داتا عن كل عميل بيشتري منك. انت عارف هو جالك كل قد ايه، وعارف ان هو بيجي من يوم 26 ل 29 يشتري البرسيل والسيجنال. خلاص الليرنينج بيقول لك كده. وعارف انه بقاله شهرين، يعني بقاله سنه بياخد البرسيل والسيجنال من 26 ل 29، اخر شهرين ما بياخدهمش بيجي. دي فيها حاجه بقى، ممكن يكون اكتشف حد تاني احسن منك في البرودكت. خلاص فانت ممكن تبعت له كاستمايز اوفر ليك انت لوحدك من يوم 26 ل 29 على البرسيل 50%. اوكي هيجي. اوكي او تاخد منه فيدباك. طبعا في محلات كتير ما عندهمش البرامج دي بس بيستخدموها بطريقه بسيطه. هو عنده داتا كاستمر ديليفري، فعرف ان في عميل ما بيطلبش بقاله فتره، قال له يا فندم بس بنعمل كول باك مع حضرتك ما بتجيش ليه. فده السي ار ام مانيوال مش وعلى فكره الناس بتشتغل بيه وبيطور مبيعات. واخد بال حضرتك؟ فالسيستمز لا مفيده جدا جدا يعني. وكتير في مجال الريتيل يعني. طب قول لنا دلوقتي ايه الموقف اللي حصل لك في الشغل في خلال هال 24 سنه اللي فاتوا، الموقف اللي تفتكره اكتر حاجه اللي كان اصعب موقف عندك في الشغل؟ والله بصي يعني في خلال حياتنا مواقف كتير بتحصل يعني بنتعلم منها مهما كانت صعوبتها. يعني احنا اتعلمنا في مجال الريتيل ان اي حاجه هتعدي بس انت تتعلم منها. فيها تشالنجز كتير. يعني انا افتكر لك ممكن 3 مواقف سريعه كده. 3 مواقف انا افتكرهم لغايه دلوقتي اللي انا اتعلمت منهم. اول موقف وانا بشتغل في مترو، كان المدير العام عندنا انجليزي، فكان كان عندنا اوفر على رز. احنا بنبيع الرز بالكيس عادي عرف، ما كانش فيه لسه بقى انت عارفه بضاعه على الارض تحط فلور ديسبلاي والحاجات دي، وما كانش فيه يعني كان اليت قوي مترو يعني. فكان عاملوا عرض على رز بيتباع كتير قوي، فانا الناس بتيجي تاخده بالباكت. فانا قلت بدل ما كل شويه ننزل من المخزن ونفتح والرز خليه بالباكت. اوكي وحط لي كميه كبيره. كانت يعني بسهل يعني على الموظفين وكده، وما شاء الله البيع زاد كتير. ما كانتش دي اور هابت يعني مش ستاندر، ومترو انجليز بقى الستاندر قوي.
فكان اسمه جون روبرتس، كان الجي ام، كان من تسكو، كان مش شاف تسكو في انجلترا. فكان متضايق قوي لما شاف الشكل ده، فقال لي هو بيدت، قلت له اي ديد، كنت انا برانش مانجر، بس اتس نوت اور ستاندردز، وي ار نوت دوينج ذات، ما بنعملش كده. اوكي، قلت له بس انا لقيت في سيلز كتير وسهلت على فكره، انا قللت هيرك على الموظفين وساعدت العميل فقال لي جمله انا فاكرها لغايه دلوقتي، قال لي you cannot break the rule, you cannot break the rule but we can change it together. يعني انت في نظام ما تكسروش، بس مش معناته ان انت ما تفكرش. يعني تعالى قول لنا احنا حاطين نظام، قول لنا ونغير سوا. فدي قاعده يعني انا اشتغلت عليها على طول في ريتيل، ما دام في قانون لازم القانون يحترم، ولكن القانون ده مش فيكس، هو ممكن يتغير، بس انت ناقش مع مين. ودي ده يعني معادله كده فيها سر النجاح. في نظام بس ممكن في شويه مرونه، نظام مع مرونه. موقف تاني، كان الشركه اللي انا مسكتها في البحرين، كان الانفنتوري لسه في قسم الجزاره، مش بيكون، انت عارف احنا المفروض مثلا نبيع التيبون بالكود بتاعه، نبيع الفيليه بالكود بتاعه، كان لسه بيبيعه كله هو الجزاره، مثلا اللحوم باكستاني بالسعر كذا، استرالي بالسعر كذا. فانا كانفنتوري عايز اعمل عليه كنترول، ما بعرفش، فانا لازم ابيع كل صنف على الكود بتاعه. اوكي، فانا بعت ايميل على كل الشركات ان احنا هنطبق خلال اسبوع ان احنا كل حاجه لازم نبيع لها الكود بتاعها، وهنجرد وهنحط رصيد اول مده وهنشتغل صح، واللي هيطلع عنده منتج ملوش كود انا هحاسبه. خلاص، فجيت وقلت هطبق في ال11 فرع مره واحده، طبقت فرع واحد وقفت فيه في النص، قالوا لي الحق ده الجزار طلع ما بيعرفش يقرا ويكتب، جزار هايل. فعارفه شالنج يعني، خلاص احنا مش هنوقف السيستم ومش هنمشي الجزار. فنزلت له قلت له تعرف ترسم؟ شايف الكيبورد دي بتاعت الميزان، ارسم لحمه مفرومه، رسم لحمه مفرومه، ارسم فخده، رسم فخده، ارسم ريش، رسم ريش. خلاص، اللون البرتقالي ده باكستاني، اللون ده استرالي، وكان احسن واحد بيعمل الستوك. بعد كده في كيس تانية ليرنينج في مصر هنا، كان في تيم في فرع من الفروع سوبر ماركت، بنبيع في مطعم بيجي ياخد فراخ مجمده وفراوله ومشروم كميات، يعني مثلا 20 كرتونه فراخ و100 علبه فراوله، 100 علبه مشروم، كل يوم كل يوم كل يوم. بيجي ياخدهم دليفري. اوكي، واحنا بنجرد لقينا عجز في الفراخ حوالي مثلا 150,000 جنيه، 100,000 جنيه، رقم كبير كده. فاكتشفنا ان موظف الدليفري مع الكاشير مع الامن كلهم متفقين مع بعض، واحنا ما كناش لسه طبقنا الاوتو ريبليشمنت اللي هو لو الستوك في عجز ما يطلبش. فدي كانت ليرنينج خلتنا ان احنا نعمل بعض الاصناف ندخلها في جرد كل اسبوع، اصناف سنسيتيف. وبرضو خلينا اللي بيطلب البضاعه دي ليرنينج، برضو اللي بيطلب البضاعه مسؤول عن الستوك. زي ما انت عشان تطلب لازم تشوف ان في مخزون قد ايه، فانت بتشوف كل مره المخزون عمال يتضخم وهمي، وبرضه بتطلب وما بتتكلمش. فانت اول واحد المفروض يتكلم اللي هو مين؟ اللي بيطلب. يعني مواقف بتعدي علينا بنتعلم منها وبنحط ليرنينج وبتطلع مواقف جديده يعني. فدي من الحاجات اللي انا فاكرها لغايه دلوقتي يعني. طبعا في كيسز كتير قوي يعني، بس دول جم على بالي. طب ما دام نتكلم على الليرنينجز، على الدروس، لو حد عايز يتعلم منك من الكارير بتاعك، ايه الدروس 3 و4 دروس ايه ممكن تديهم؟ لو حد عايز يشتغل ريتيل، هقول لحضرتك انت كموظف داخل مجال عايز تكبر فيه، لازم تفهم المجال ده بيشتغل ازاي، البيزنس موديل ماشي ازاي. ما تستناش ما حد يعلمك، فانت محتاج تسأل. ولو انت مثلا مسؤول عن الطلبيات بس مش عارف الحاجه بتتعرض ازاي، اسأل. هي انت بتعرضه كده ليه؟ جين نوليدج. اوكي، اقعد اتكلم مع ناس، لان ممكن تلاقي مديرك مش فاضي يعلمك. اوكي،
سؤالك ده هيخليك تتعلم، وبعدين معظم التعلم هيجي بالتجربة. يعني انت جبت بضاعة رصيتها بالطريقة الفلانية او عملت موقف فلاني، راقب بقى البرفورمانس هيبقى عامل ازاي، انت كده هتتعلم. اوكي. حاجة تانية، الشركات عايزة سكيلز عند الموظف، مش بس ان هو يكون عارف الحاجة بتعمل ازاي، عايزاك انت بروبلم سولفينج، عندك مرونة، مرن، كوميونيكيشن سكيلز عالية، تقدر تتواصل، تقدر تبقى تيم بلاير. يعني مش التيم نافر منك وانت فاكر نفسك مميز. نجاح التيم يهمك. ملتزم، مبادر في حاجات شوية، انت تقدر تعمل حاجة اضافة، مش بس اللي بتقالك بتعمله. اوكي، دي بتحبب الناس فيك وبتديك فرصة انك تتميز. وهو النصيحة اللي انا اقولها للناس ان المتميزين حواليك مش كتير. يعني المتميزين لو بصيت لا هتلاقيهم مش كتير، هتلاقي ان انت عشان تتميز مش صعب. اوكي. محتاج ان انت ما تثبتش في شركة واحدة كتير، ما تثبتش في وظيفة واحدة كتير. اوكي، اي حاجة عايز تفهمها خش على الانترنت، يوتيوب بقى، تسمع عنها، هتلاقي في فيديوهات كتير بتتكلم، هتلاقي في مواضيع كتير بتتكلم. فانت لما تفهم الكونسبتس هتلاقي نفسك انت بتشتغل احسن. وبعدين في شوية تولز بتوفر وقت. اوكي، انت بتشتغل في اي وظيفة هتحتاج الاكسل، في اي وظيفة، شغال اتش ار، شغال في الاوردرنج، شغال بتدي حسابات، اكسل كل ما تبقى فيه قوي كل ما هتلاقي نفسك بتعمل الشغل بسهولة قوي. فدي شوية مهارات هتنمي السكيلز بتاعتك وهتخليك تبان عن غيرك. مهم قوي علاقتك بمديرك. ده يعني انا في فترة من الفترات كنت بقول ان مديرك ده اهم واحد في حياتك. مديرك المباشر، لان مديرك المباشر لو هو مبسوط منك وانت مبسوط يعني هتروح تلاقي حياتك بقى في البيت حلوه وهتلاقي الحياه مزهزهه. لو مديرك المباشر مش يعني منكد عليك انت الحياه كلها سودة. اوكي، فانت مهم علاقتك بمديرك، مش معناته ان انت خلاص تعمل له اي حاجه، بس تحاول تخلي العلاقه كويسه. في بدايه حياتك عديت 3 4 5 سنين خبره، تربية، عندك خبرة، مديرك ده هيبقى شخص مهم جدا في حياتك. فهتلاقي نفسك لو انت مع مدير بيساعدك انك تتطور وتطلع احسن من عندك، كمل. مش بتتطور ومش بتطلع احسن ما عندك مع المدير، حاول تشوف مدير تاني. يعني عارفة المثل اللي هو بتاع people leaves managers companies. احد الاسباب ان انا مش بتطور مع المدير ده في ستيج معينة، مش من الاول، في ستيج معينة. لا، انت في مدير ممكن ياخدك يطيرك. انا شفت كيسز في حياتي ان في ناس مديرين هيعملوا لهم عدم صلاحية، يعني اللي هو ده لا يصلح. اوكي، مع ناس تانية دول بقوا ده بيست. ودي برضو حتة تخليك ايه، ما تفقدش ثقة في نفسك. مش نوعات واحد قال لك انت لا مش كويس، انت بتفهمش، اصلا انت ما اعرفش ايه، لا يبقى انت مش كويس. لا، انت كويس، انت كويس، انت هنا بس عن يعني مش في مكانك، ممكن مش في مجالك، او الكيمياء ما ظبطتش، او عملتها غلط المره دي. ما هو برضو ده هو مديرك غلط 90 مره قبل كده. اوكي، احنا اتعلمنا منين؟ عارفه المثل اللي يقول لك اللي ما بيشتغلش ما بيغلطش. اوكي، ما انا هغلط امتى؟ يعني هتعلم امتى؟ لما اعمل غلط هتعلم منه. انا مره سنه تقريبا 99 كان في محل عندنا في مترو نازل تحت الارض شويه ب6 سلالم كده، فالمفروض ان في ميه طفحت في المحل. واحنا ما كانش فيه لسه موبايلات قوي، والصيانه قافله، سوري الصيانه ما بتردش، وفي بياره، وانا مش عارف، لقيت المحل غرق. فاعمل ايه؟ ففي واحد قال لي ده هي البياره اللي بره هي العطلانه. فحلها ايه يا ابني؟ نجيب عربيه ما اعرفش ايه. انا مش اوثورايزد ان انا اطلع فلوس من الكاش من الكاشير، ده ممنوع. اوكي، بس المحل يعني محل عمال قفلت، بكلم الناس محدش بيرد. خلاص، طب يا ابني هات العربيه، هتحل تشيل فلوس، خلص محل تاني. الكلام ده كان يوم الجمعه، الجمعه سبت اجازه،
فمديري جه يوم الاحد، ايه الاخبار وايه اللي حصل، حصل كذا 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 كذا، انا مش عارف انا عملته صح ولا غلط. هو مدير من المديرين الرائعين يعني. قال لي هو مش انت خدت قرار؟ ايوه. خلاص وحلت مشكله، القرار ده هنتكلم فيه اذا كان صح ولا غلط، انما لو ما خدتش قرار كانت هتبقى هنا المصيبه. انا مش هحط لك مسؤول وما تاخدش قرار، واخد بال حضرتك؟ نتكلم بقى لو قرار غلط، ده المدير الجميل، انت عملت حاجه غلط نتكلم فيها هي غلط ليه، واحنا اتعلمنا حاجه دلوقتي معايا. فانت عايز شويه جرأه، عايز اخد مسؤوليه شويه، اخد ريسك شويه، هتعلم كده. يعني دي نصايح بيزكس يعني، واتمنى التوفيق للجميع. طب لو تيجي توصف المسيرة المهنية بتاعك بكلمة واحدة كنت ايه؟ كلمتين ممكن لازم في بعض. اوكي يلا. طموح وتحديات. طموح وتحديات، حلو قوي. طموح وتحديات، عندي طموح وبقابل تحديات، فالطموح بيخليني اوفركم واكمل. الحمد لله. ربنا يخليك. اكتر توفيق بقى. ربنا يخليك. ميرسي قوي. من توفيق ربنا ان انا معاكي دلوقتي. عايشك. ربنا يخليك يا رب. انا متشكر والله، ميرسي على الفرصه الجميله والاستضافه الجميله والنقاش الجميل ده، ونشوفك على خير تاني ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي قوي قوي على so نصايحك وعلى ال openness being open معانا. Thank you so much. Thank you very much.